السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو مهم جدا كله حصريات، فيديو فيه أخبار سعيدة لجمهور نادي الزمالك، فنتمنى إن أنت ما تبخلش علينا باللايك. انزل اخبط اللايك الجميل للفيديو واشترك في القناة لو أنت أول مرة تشوفني عشان يصلك كل أخبار نادي الزمالك وكل صفقات نادي الزمالك. مش لازم تاخد المعلومة من صفحة أو قناة كبيرة عندها متابعين كبار. أنا هنا بديك معلومة أكيدة مليون في المية، وبعض الناس هتتكلم عليها خلال الساعات اللي جاية. قبل اي حد لحضرتك عندنا اخبار مهمه جدا بخصوص طبعا عادل بولبينا وبعض صفقات نادي الزمالك. الجديد اللي معانا النهارده طبعا اول حاجه كده خبر حبيت اقوله لك، ولكن خايف وانا بقوله لك يتصاب تاني. احمد الجفالي جاهزا لماتش بتروجيت. اخيرا احمد الجفالي جاهز وهيشارك في ماتش بتروجيت. يا رب ما يتصابش بعد الفيديو ده، يا رب يكمل لحد ماتش بتروجيت، لان احمد الجفالي تقريبا اصلا اتصاب في ماتش بتروجيت بتاع الدور الاولاني لو انا ناسي يعني، او انا مش فاكر. ولكن نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق مع نادي الزمالك، وان هو ان شاء الله يركز. والماتشين اللي جايين هيكونوا طبعا تجهيزا لماتش الكاس، فالزمالك ان شاء الله هيجهز الجفاري. لو الجفاري تألق في ماتش بتروجيت وماتش فاركو فان شاء الله هيقود الجبهه اليمنى لنادي الزمالك امام طبعا بيراميدز في نهائي كاس مصر يوم 5/6. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. كمان نروح لصفقه محمد اشرف بن شرقي. محمد اشرف بن شرقي لاعب غزل المحله. اللاعب كان عنده عروض من الاهلي وبيراميدز والزمالك، ولكن اللاعب اختار ان هو يلعب في الفرقه اللي هو هيشارك فيها، واللاعب عنده رغبه كبيره جدا ان هو يلعب في نادي الزمالك، لان شايف ان الزمالك فيه اماكن كتيره جدا فاضيه ان هو يقدر يشارك ويقدر ان هو يتطور. مش هو زي عمر الساعي، في لعيبه انا بحترمها اللي هي بتفكر في مصلحتها، ان انا رايح النادي ده عشان العب، عشان النادي ده محتاجني، مش رايح اقعد في النادي ده دكه عشان ما اروحش النادي التاني، او النادي ده واخدني ماشي عشان ما اروحش نادي الزمالك او عشان ما اروحش اي نادي فيستفاد مني. لا، انا عايز العب، انا بحب اللعيبه وبحترم اللعيبه اللي هي عايزه تلعب. فالنهارده عمر الساعي فين؟ عمر الساعي بطل كوره، علي العوض في عمر الساعي. عمر الساعي بعد ما كان منطلق وموهبه قادمه مع الاسماعيلي، النهارده عمر الساعي وزنه زاد بقى زيه زي مايوكا وقصته انتهت خلاص. فالنهارده محمد اشرف بن شرقي يقال ان هو اختار ان هو يلعب نادي الزمالك، فالزمالك ان شاء الله يتحرك خلال الايام القادمه لحسم صفقه محمد اشرف بن شرقي لاعب وسط غزل المحله. الزمالك بقى هينتظر هيشوف طبعا طلبات غزل المحله. الزمالك هيحاول ان هو يخلص مع اللاعب كل حاجه. وطبعا محمد اشرف بن شرقي هو لاعب كتدعيم للدكه مش وحش، ولكن مش دي الصفقات اللي احنا مستنيينها، في صفقات تانيه اقوى من محمد اشرف بن شرقي جاي. محمد اشرف بن شرقي ممكن يكون تدعيم للدكه، ممكن يكون لاعب انت شايفه فيه موهبه، ممكن الموهبه دي مع التطوير ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه لو انتقل لنادي الزمالك يقدر ان هو يفيدك. في لاعيبه كتيره جدا جت نادي الزمالك وما كانتش اجمد حاجه، وبعد كده بدات تجمد وبدات يبقى لها شأن في الكوره، زي زيزو زي امام عاشور. لما جبناهم ما كانش حد يسمع عنهم، فطبعا اليوم امام عاشور كان قاعد دكه وكان هيخرج اعاره تقريبا للاتحاد السكندري ولا ما اعرفش مين، ولكن اللاعب فجاه ما بقى نجم النجوم. النهارده زيزو بقى نجم النجوم لان نادي الزمالك نادي كبير جدا بيقدر ان هو يكبر اي لاعب. فنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. فمحمد اشرف بن شرقي ممكن يكون من ضمن صفقات نادي الزمالك في الميركاتو القادم باذن الله. كمان بالنسبه لصلاح الدين مصدق، في كلام كده ان صلاح الدين مصدق الزمالك خلال الفتره اللي جايه هيبتدي ان هو يسوقه. الزمالك هيبتدي يسوق صلاح الدين مصدق، او الزمالك هيشوف له عرض اعاره لاحد الانديه عشان الزمالك عاوز يجيب محترف مكانه. والزمالك بيفاوض بالمناسبه مدافع جزائري، الزمالك كان اتفاوض معاه قبل كده والزمالك رجع تاني يتكلم معاه بشكل قوي جدا. لاعب مهم جدا ولاعب سوبر في مركز الدفاع، فالزمالك لو قدر يوصل لاتفاق مع المدافع الجزائري اللي الزمالك اتفاوض معاه قبل كده كلكم عارفينه، والاهلي كان بيتفاوض معاه في الفتره الاخيره، وهو زين الدين بالعيد. زين الدين بالعيد الزمالك رجع يتفاوض معاه مره تانيه وعنده امل ان هو يحسم الصفقه في الوقت الحالي. فالزمالك لو وصل لاتفاق مع زين الدين بالعيد، فانا بقول لك صلاح الدين مصدق الزمالك بدأ يدور له على عرض، والزمالك عنده رغبه ان هو يعوضه بمدافع محلي، لان صلاح الدين مصدق يقال ان هو عنده مشكله في الكرات العاليه او الكرات اللي هي العرضيه. فالراجل الزمالك بما انه قال لك احنا نسويها يا باشا نكسب فيه قرشين او نطلعه اعاره، الراجل مثلا يجيب مستواه ولا يكتسب خبرات ونرجعه تاني، ففي اكتر من خيار بالنسبه لصلاح الدين مصدق. وممكن صلاح الدين مصدق يفاجئنا خلال الفتره اللي جايه ويقدم مستوى متميز مع الزمالك ويعالج الاخطاء اللي عنده، وراجل يبقى سوبر ستار والزمالك ما دورش. ولكن انا باكد لك ان الزمالك رجع يتكلم مع زين الدين بالعيد مره ثانيه. واحد هيقول لي احنا هنجيب ثلاث لعيبه في الدفاع، احنا مش هنجيب ثلاث لعيبه في الدفاع. لو صلاح الدين مصدق طلع فانا بقول لك الزمالك هيعوضه باجنبي، يا اما مدافع يا اما هيعوضه بلاعب في نص الملعب 8 او لاعب 6 قوي جدا يلعب
في مركز 6 مكان دونجا، او يلعب 8 مكان عبد الله السعيد، لان عبد الله السعيد لو انت يعني خدتش بالك عبد الله السعيد في الماتشات الاخيره مش افضل حاجه ومش اجمد حاجه. فالزمالك ان شاء الله يقدر يستفيد بالاجنبي اللي هو مكان صلاح الدين مصدق، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. بالمناسبه كمان بن طايق كان عنده عرض من فرنسا والزمالك رفضه، لان الزمالك خوفا من ان اللاعب يطلع ويرجع الاهلي. الزمالك قال كان في كمان عرض قطري كده مش رسمي، نادي الزمالك هو عرض شفوي ولكن من احد الانديه القطريه، ولكن الزمالك قال لك انا مش هبيع اللاعب مش اقل من 3 مليون دولار. فالزمالك حاطط سعر المحمود بن طايق 3 مليون دولار. لو جه عرض المحمود بن طايق من احد الانديه الخليجيه خلال الميركاتو الحالي ب 3 مليون دولار، انا بقول لك وباكد لك الزمالك ممكن يفكر ان هو يبيع محمود بن طايق، لان الزمالك شايف ان هو هيكسب فيه 2 مليون دولار. بال 2 مليون دولار دول ممكن اجيب لاعب تاني مكانه ب 700 واقدر اكسب انا الباقي واجيب بيه صفقات. فالزمالك شغال في ملف الصفقات ان شاء الله بشكل كويس جدا، ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك، لان الزمالك فيه عشوائيه كبيره جدا واداره الزمالك عشوائيه بشكل غير طبيعي. فالامل الوحيد هو ميدو. خلي ميدو يا سيدي يكمل الميركاتو وبعد كده نحكم عليه. الناس طالعه تقطيع في ميدو وكأن ميدو هو السبب في اللي احنا وصلنا له، مش ميدو هو السبب. مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه طبعا كابتن حسين لبيب والكابتن السنترالي اللي كان مسؤول عن ملف الكوره اللي سمسر شويه حلوين، هو السبب في الحاله اللي احنا وصلنا لها في الوقت الحالي. فنتمنى ان شاء الله كل جمهور نادي الزمالك ما تخليش حد يضحك عليك تاني، انت خلي ميدو ياخد فرصته والراجل يبتدي. الزمالك شغال والاستاذ عمرو الجناني والاستاذ كابتن حازم امام لجنه التخطيط شغاله على صفقات قويه جدا، وانا باكد لك ان الزمالك هيعمل ميركاتو محترم جدا يلبي كل طموح جمهور الزمالك يعني يعمل فرقه تليق بنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه باذن الله. فمحمود بن طايق مرفوض رحيله ويقال ان الزمالك مش هيفرط فيه، واللاعب هيكمل عقده مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. نروح بقى للصفقه البوم. الصفقه البوم دي تستاهل منك تحط لايك للفيديو. الصفقه دي بقى هي دي الصفقه اللي كل جمهور نادي الزمالك مستنيها، هي دي الصفقه اللي جمهور الزمالك بيطالب بيها من الصيف اللي فات، وهي صفقه الجزائري عادل بولبينا. ايه الجديد اللي معانا او ايه الجديد اللي الزمالك بدأ يتحرك تاني في صفقة عادل بولبينا؟ وجلسة أخيرة بين مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي نادي برادو الجزائري لحسم صفقة عادل بولبينا. يقال ان في وفد زملكاوي هيسافر من مصر الى الجزائر، ويقال ان الاستاذ عمرو الجناني هو اللي هيسافر بنفسه عشان يحسم صفقة عادل بولبينا نادي الزمالك. على عرض وصل لنادي برادو الجزائري، هو كان من نادي الزمالك، النادي الجزائري طالب 2 وشويه مليون دولار ونسبه اعاده بيع عاليه. الزمالك بيحاول ان هو يقلل المبلغ شويه، وعشان كده الزمالك هيبتدي زي ما قلت لك يسافر الجزائر عشان يحسم الصفقه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. صفقه عادل بولبينا صفقه قويه جدا، الزمالك متمسك جدا بحسم صفقه عادل بولبينا. لاعب لسه 21 سنه، عنده ارقام تهديفيه عاليه، راجل هداف، راجل لسه مستقبل، حاجه كبيره جدا. راجل بيلعب في منتخب الجزائر في المحليين تقريبا، فالراجل عنده مستقبل كبير جدا. فانت تقدر تستفيد منه على المستوى الفني والمستوى، لو انت حبيت تبيعه وجالك فيه رقم محترم بعد كده هتقدر تبيعه برقم محترم جدا. فالزمالك دخل بقوه في عادل بولبينا تاني، ووفد زملكاوي هيسافر الجزائر خلال الايام القادمه او خلال الساعات اللي جايه عشان يحسم صفقه عادل بولبينا في جلسه اخيره بين مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي نادي برادو. الجلسه دي هي جلسه الحسم. الزمالك هيقدم العرض الاخير والزمالك هيضغط بقوه عشان مسؤولي نادي برادو يوافقوا على عرض نادي الزمالك، فان شاء الله الصفقه تحسم لصالح نادي الزمالك. عادل بولبينا من اهم اللعيبه داخل افريقيا، وانت لو جيت سالتني انا كزملكاوي تتمنى مين المحترفين اللي يكونوا في الخط الامامي لنادي الزمالك خلال الميركاتو او خلال الموسم الجديد، اتمنى عادل بولبينا جناح شمال عشان نخلص من مصطفى شلبي، واتمنى يسري بوزاق اللي الزمالك بيخلص فيه بيتفاوض مع نادي الرائد السعودي، او امين زحزوح، واحد منهم ناحيه اليمين يسري بوزاق او امين زحزوح ناحيه اليمين جناح يمين مكان الواد اللي هو الجعان الخاين اللي خان جمهور الزمالك، وعادل بولبينا ناحيه الشمال. في الهجوم اتمنى كريم البرقاوي، ما كانش كريم البرقاوي اتمنى اللي هو جيلس وندالا لاعب الوقره، ما كانش اتمنى بقى مهند علي اللي يقال ان الزمالك خلص معاه كل حاجه. المهم ان الزمالك لازم يجيب مهاجم هداف، كمان الزمالك لازم يجيب مع المهاجم الهداف ده مهاجم محلي، والزمالك شغال على محمود ممدوح مهاجم الحرس، والزمالك كمان بيتكلم على ان هو ممكن يرجع اسامه فيصل. فالزمالك ان شاء الله يعمل ميركاتو قوي جدا ويعمل فرقه تليق بكل جمهور نادي الزمالك. فالنهارده عادل بولبينا صفقه مهمه جدا نادي الزمالك، فاتمنى ان شاء الله ان هي تخلص باذن الله خلال الفتره اللي جايه. نادي الزمالك عادل بولبينا الزمالك بيتحرك فيه لوحده، ما فيش عنده نادي منافس، فنتمنى ان احنا نحسم صفقاتنا بشكل اسرع من كده، لان احنا عندنا بطء شديد جدا، ولازم الناس اللي هي مسؤوله عن صفقات نادي الزمالك تعرف ان احنا متاخرين جدا. الفرقه عار، لازم الناس تكون مجهزه صفقاتها، لان الزمالك لا قدر الله لو خسر ماتش الكاس، فانا بقول لك
اداره الزمالك هتتقطع ولجنه التخطيط هتتقطع، فاتمنى الناس انها تحسم صفقات على الاقل تهدي الجماهير، لان فرقتك لما خسرت قدام بيراميدز كان في بعض الناس مش فارق معاها الماتش، احنا خسرنا قدام بيراميدز كسبنا مش فارق معانا، ولكن ماتش الكاس مهم جدا لجمهور نادي الزمالك، فالزمالك مش هيسيب ماتش الكاس ولا جمهور الزمالك هيفرط ان احنا نخسر ماتش الكاس، فنتمنى ان شاء الله ان الناس تجهز صفقاتها من بدري عشان الزمالك مش محتاج ان احنا نجرب فيه وان احنا نتاخر ليه، لان عادل بينا في لحظه ما ممكن يطار منك ما تعرفش تعوضه وهتفضل تدور تاني من الاول تاني، لا انت قدامك صفقه مهمه جدا، لاعب يعتبر كلاس ايه، لاعب لسه 21 سنه عنده مقدم مستوى متميز جدا في الدوري الجزائري هذا الموسم، عامل مساهمات تهديفيه مع فرقته معديه ال 20 هدف ومسجل مع منتخب الجزائر تقريبا هدفين، فالراجل عنده ارقام كويسه، راجل هداف، راجل عنده مهاره، راجل موهبه، فنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق للزمالك خلال الفتره الجايه ان هو يقدر يحسم صفقه عادل بولبين.